السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيسبوك فتح ميزه جباره وحلوه جدا، وهي توثيق الصفحات. العلامه الزرقاء دي اللي بتبقى جنب اكونتات المشاهير والناس اللي احنا بنحبهم ومعروفين جدا. الميزه دي كانت موجوده قبل كده بس بطريقه مجانيه ساعات وبطرق مدفوعه ساعات، بس للحسابات الشخصيه والاكونتات الانستجرام. فيسبوك اول مره يفتحها للصفحات على الفيسبوك، ودي كانت حاجه معظمنا محتاجينها لان معظمنا بنشتغل على صفحات مش حسابات شخصيه. فالميزه دي بقت متاحه حاليا وبامكانيات جباره وحلوه جدا. هنتكلم النهارده عن الباقات الفيسبوك موفرها ليها والمميزات اللي هتاخدها من ورا كل باقه وازاي تشترك فيها. فيلا من غير كلام كتير قبل الانترو تبدا، انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه شاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان نبدا الفيديو. ده الموقع اللي فيسبوك او شركه ميتا موضحه فيه الباكجات اللي هي عاملاها بتاعه توثيق الصفحات. هسيب لك عامه اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف عشان تخش عليه في اي وقت بسهوله يعني. جميل، نبدا ننزل فيه كده. هتلاقي هنا كاتب لك الباكجات بتاعته، هنبدا نخش فيها واحده واحده ونفصصها بالتفصيل. بس حته كده عايز اقول لك عليها ان هو في الكمبيوتر مش بيتعرض باحسن شكل، انا ما اعرفش ليه. يعني انت لو جبت الزوم الاساسي بتاعه اللي هو مثلا 100% زي اي جهاز كمبيوتر، هتلاقي الحته دي متاكله تمام ومش عارف تجيبها تمام. فانا عملت زوم اوت، بعدت كده علشان اعرف اعرضها لكم. فلو هتخش عليها من الموبايل هتلاقي الموضوع واضح وسهل والدنيا جميله ولذيذه خالص يعني. فقلت اقول لك عشان تبقى فاهم. المهم، اول باقه البيزنس ستاندرد دي ب $15، 14.99 سنت، يعني ب $15 ده في الشهر الواحد. وحاطط لك فيها شويه مميزات. بيقول لك اول حاجه انك فيريفايد بيج، يعني اكيد هتاخد العلامه الصح دي، العلامه اللي انت هتاخدها اللي هتبقى موجوده جنب بيج الفيسبوك بتاعتك، جنب اسمك يعني او جنب الاسم اللي انت مسميه. تاني حاجه الامبرسونيشن بروتكشن، هيحمي لك المحتوى اللي انت بتنزله، مش انك هتنزل المحتوى وحد يسرقه فتبدا انت تشوف تقدم فيه بلاغ. لا، الفيسبوك على طول هيبقى برو اكتيف، يعني سرعه رد فعله قبل ما انت تاخد الاجراء. هتلاقي اول ما حاجه تنزل على طول هيخش يقوم مبلغك ويقوم حازف المحتوى اللي نازل اللي مسروق منك تمام. فدي حاجه هيبقى ميزها بيك عن بقيه الصفحات. الميتا فيريفايد سبورت بيقول لك الشات او ايميل وذ ايجنت، ان انت لو عندك اي مشكله في البيج بتاعتك، اي مشكله ايا كانت، تقدر تخش تكلمهم على شات او ايميل، هيبقوا هم موفرينه لك، تقدر تخش تكلمهم تمام. هتلاقي الموضوع طبعا بيتطور بصوره فظيعه جدا في الباقات الثانيه اللي هي اغلى طبعا تمام. وبعد كده بيقول لك انهانس بروفايل، انه هيحسن البروفايل بتاعك في الظهور، هيبدا يقترحه لناس اكتر تمام كده. وعشان تكون عارف الباقه دي بتاعت اكونت واحد، يعني فيسبوك يعني انستجرام اكونت واحد بس مش الاثنين مع بعض، لانك هتلاقي في اكونتات في الباقات اللي جايه قدام هتلاقي مدخل لك كذا اكونت عليه في نفس الوقت وانت دافع اكتر يعني شغل عشان تتميز تمام. بعد كده بيقول لك السيرش اوبتمايزيشن، لما انت تيجي تسيرش على حاجه، بتخش تسيرش على فيسبوك او انستجرام، هتلاقي في اكونتات تطلع في الاول، انت هتبقى من ضمن الاكونتات دي، هيخلي ليك الاولويه في الظهور في البحث. جميل كده. وبعد كده الواتساب الفيريفايد تشانل، بقى في دلوقتي تشانلز على الواتساب اكيد كلنا شفناها، فهيديك البادج اللي جنب اسم التشانل بتاعتك ان انت برضو فيريفايد، ومسموح لك بتشانل واحده بس، 1 فيريفايد تشانل مش اكتر من كده، وبرضو هنلاقيها بتزيد في الباقات اللي جايه. بعد كده كاستم ويب بيج، دي هما مش موضحينها قوي مش مفسرينها قوي، بس هي لحد ما حسب ما انا فهمت انه هيعمل لك حاجه زي حاجه مبدئيه او صفحه مبدئيه كويب سايت صغنون كده ليك، هيبقى على الويب بيج. مش واضح قوي برضو هتستخدمه ازاي، بس دي كحاجه كده توضح فيها البيزنس بتاعك بصوره بدائيه مش قويه قوي برضه تمام. المالتي ايجنت فور لينك ديفايسز دي هيسمح لك ان يبقى فيه 4 مشرفين على التشانل بتاعه الواتساب بتاعك. جميل، وبرضه هتلاقي العدد ده بيزيد في الباقات اللي قدام. واخر حاجه البريورتايزد سبورت، وهيحطك في الاولويه. انت اول ما تبعت له اي مشكله عندك في البيج بتاعتك هيبقى حاطط لك اولويه عن بقيه الناس، ما اي حد ممكن يخش يشتكي تمام، بس هو هيبقى حاطك كاولويه عن بقيه الناس، ان انت مشكلتك هتتحل الاول عشان طبعا بتدفع. جميل كده تمام. انها برضو حاجه مهمه عشان تبقى عارف، يعني البيجات اللي بتحتاج ان هي تدفع فلوس هي البيجات اللي مش كبيره قوي او الناس اللي بيقدموا فيها محتوى مش مشهورين قوي. هو الهدف الاساسي بتاع الفيريفيكيشن ده ان انت ما يتنصبش عليك من شخص بيدعي ان هو شخص تاني مشهور، فبيميز الشخص المشهور بالعلامه دي او البيزنس المشهور بالعلامه دي عشان محدش يستغل اسمه او صورته تمام كده. فاصلا انت لو شخص مشهور جدا او البيزنس بتاعك كبير جدا جدا، فانت مش هتحتاج تدفع فلوس، هتاخد كل المميزات دي ببلاش. لو عايز تعرف ازاي اصلا ده بيتعمل، هسيب لك لينك المقاله لذيذه وسهله وهتعرفك كل المعلومات دي ازاي تعمل ده اصلا، هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. فلو انت هتقدر تعمل حاجه زي كده توفر على نفسك فلوسك، خش اقراها هتستفاد منها جدا ان شاء الله. بعد كده نخش على الباقه اللي بعدها
الباقه دي ب $44.99 يعني ب $45. تمام. هتلاقي المميزات اللي فيها بتزيد ايه؟ الميتا فيريفايد سبورت، زي هنا برضو كان في ميتا فيريفايد سبورت، بس خد بالك هنا كانت شات او ايميل. هتلاقي هنا الجيت ايشوز ريسولفد مور كويكلي، هتلاقي الموضوع عندك بيتحل في الباقه دي اسرع من الباقه الاولانيه، وهتلاقي الاولويه عندك انت اكتر. تمام كده. الانهانس بروفايل، هتلاقي فعلا في الحته دي بقى في حاجات قويه في ناس كتير بيحتاجوها، خصوصا الناس اللي عندهم فروع كتير من البيزنس بتاعهم، وليكن مثلا حد فاتح 3-4 فروع للمطعم بتاعه، فمش بيبقى مسموح له في الانستجرام غير انه يحط غير عنوان واحد، او في الفيسبوك مش مسموح له غير يحط غير عنوان واحد. انا بتكلم في حته بتاعت الادرس، في ناس بيكتبوها في البوست وبتاع، بس حته الادرس مسموح له يحط واحد. هنا مسموح له يحط اكتر من واحد، مسموح له يحط لحد 3. فلما نضغط عليها كده هتلاقيها ظاهره لك هنا اهو ان هو مسموح له يحط اكتر من ادرس في البيج الواحده، ودي ما كانتش موجوده قبل كده، كان مسموح لك تحط واحد بس. تمام. والشوكيس 3 اوف يور اذر بروفايلز، كان برضو مسموح لك انك تضيف لينك الاكونت واحد، مسموح لك تضيف اكتر من لينك، مسموح لك تضيف لحد دلوقتي لحد 3. في الريلز ما كانش مسموح لك انك تضيف لينكات لوسائل التواصل الاجتماعيه تانية زي تيك توك وليكن مثلا، لانها مش هتخرج الناس توديهم على نص تانية. فيسبوك سمح لك انك تضيف في الريل لحد لينكين، مش في الريل واحد سوري، مسموح لك تضيف لينكين في الشهر، كل شهر مسموح لك يبقى عندك 2 ريلز، كل ريل تضيف فيه لينك واحد. تمام. ده في الشهر. وبرضه هتلاقي الحاجات دي بتزيد في الباكجات الاكبر اللي بتدفع فيها فلوس اكتر يعني. تمام كده. عندك بقى الواتساب، مسموح لك هنا لحد 3 verified channels، عندك لحد 3 channel تقدر توثقهم، وبدل ما يبقى كان مسموح لك ب4 بس devices يبقوا متحكمين في الشانل بتاعتك، بقى عندك لحد 6 أجهزة يقدروا يتحكموا في الشانل بتاعتك، يعني يعتبر زي المودريتور كده بيساعدوك. فاهمني؟ الباقة اللي بعد كده هتلاقيها بقى ضربة شوية $119 في الشهر برضو. جميل. بس هتلاقي الموضوع بقى تطور عن كده في السبورت بتاعك، هتلاقي انك ممكن تعمله عن طريق مكالمة تليفون، حد يكلمك ويبدا يحل معاك المشكله بتاعتك، فتلاقي الموضوع ابسط واسهل واسرع كمان. وبعد كده عندك الامبلوي امبرسونيشن بروتكشن، ودي اول مره تضاف اكتر من غير الباكجات اللي قبل كده. مسموح لك هنا تضيف شخصين انت موثقهم من فيسبوك، حسب ما انا فاهم برضو الموضوع مش واضح قوي، ان هم يبقى ليهم برضو الاحقيه تضاف لهم حاجه تبين ان هم ليهم الاكسس على الاكونت بتاعك او البيج بتاعتك، وليهم علامه تميزهم او حاجه زي كده برضو عشان يحموا الاكونت بتاعهم او المحتوى اللي هم بينزلوه، حسب برضو ما انا فاهم، لان الموضوع برضو مش واضح قوي. بعد كده عندك الكاستمايزد مسجنج شاتس، دي هتبقى حاجه كده لعب عيال شويه، حاجه كده شياكه يعني، ملون يعني، هو هيخليك تقدر تتحكم في الوان الشات بتاعك، تخليه بالالوان اللي انت عايزه، الدنيا كده جميله ولذيذه. يا ابني انت مش بتدفع، خلاص هنراقبك وندلع عليك بص اكتر مما تتخيل، فيعني ادفع هتدلع. تمام كده. اخر واحده ودي ليفل الوحش بقى، البص بتاعتهم ب $349 او $350 في الشهر الواحد. اقوى حاجه فيها هنا ان انت السبورت بتاعك هيبقى مونيتورنج، يعني يقدر حد يخش على الجهاز بتاعك ويراجع عليه كل شويه علشان يضمن ان مفيش اي مشكله او اي حاجه تقدر تعكر مزاجك. انت راجل بتدفع في الشهر $350، اضرب بقى بالمصري وشوف هتبقى عامله كام يعني. تمام. فبتدفع فهتتدلع يعني، شوف الفيسبوك هيروق عليك. دي كانت الموضوع بالتفصيل جدا، مش هتلاقي تفصيل اكتر من كده، بيشرح لك كل باقه فيهم. تمام كده. تخش بقى ازاي علشان تعمل ساين ان عشان تشترك في حاجه من دول. لما تبدا تدوس على زرار ساين اب هتلاقي الموضوع بيقول لك ان انت هتحط على ويتنج ليست. الاشتراك في الباقات دي اتفتح في معظم الدول، بس مش مفتوح ان هو يتنفذ حاليا، هو مفتوح انك تجوين الويتنج ليست، ان انت اول ما هم يفتحوا الموضوع يبدا يتنفذ فيه على ارض الواقع تبقى انت من اول الناس اللي هتاخد الفيريفايد مارك دي او العلامه الزرقاء يعني. تمام. تبدا تدوس على جوين ذا ويت ليست، هتلاقي طلع لك المسج دي يو ار اون ذا ويت ليست وثانك يو فور يور انترست، انت دلوقتي في الانتظار فعلا ان البيج بتاعتك تبقى متوثقه. تمام كده. هتحتاج ايه بقى اول ما الويت ليست دي تخلص ويبدا يقول لك خلاص هنوثقها، غير انك هتدفع الفلوس طبعا. هتلاقيه هنا جايب لك الحاجات اللي انت هتحتاجها عشان تقدر تقدم. اولا كده كده لازم يبقى البيزنس بتاعك ده فعلا على ارض الواقع ومتوثق في الدوله، لانه هيطلب منك السجل الضريبي او البطاقه الضريبيه اللي انت واخدها من الدوله من مصر. تمام كده. هتصورها وهترفعها لهم. هتحتاج يبقى عندك ويب سايت، او قايل لك هنا ان انت يا ويب سايت او ويب سايت اند اور فون نمبر. فالحته دي برضو مش معروفه قوي، هل هو لازم يبقى عندك ويب سايت ولا كفايه رقم تليفون بلس الحاجات اللي هو طالبها، يعني ان هو يبقى عندك سجل تجاري يعني او بطاقه ضريبيه. فالحته دي لما انت الويت ليست يخلص وتبدا يقول لك خلاص ادفع فلوس، هيبدا يطلب منك حاجات، فدي هتوضح ساعتها هل لازم ويب سايت
ولا كفايه رقم تليفون لان هو كاتب لك هنا اور، دي حاجات هتوضح ساعتها مش معروفه قوي. تمام كده. واول ما البيج بتاعتك تقدم للمراجعه هتقعد 3 ايام 3 working days، وبعد كده ان شاء الله يجي يقول لك خد العلامه الصح بتاعتك اهو مع كل المميزات اللي احنا قلناها فوق، وان شاء الله تلاقي الموضوع سهل وما فيهوش اي مشاكل. بص طالما انت بتدفع لهم هتلاقيهم ماشيين معاك السكينه في الحلاوه والدنيا جميله يعني. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش هسيب لك لينك مقاله الطرق المجانيه لتوثيق الحسابات والصفحات بتاعتك، ولو عندك اسئله ممكن تنزل بيها تحت في الكومنتات انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش كلمه على صفحتي على الفيسبوك، سيب لك اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو عندك اي شغل له علاقه بالسوشيال ميديا او جرافيك ديزاين او حتى التصوير، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.